السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمهور الزمالك العظيم. الحمد لله ان احنا كسبنا، الحمد لله ان ماتش سموحة ده قدرنا نطلع منه ب3 نقط النهاردة وربنا سترها معانا، بس غير كده محدش يتكلم. سموحة كانت بعد طبعا الهدف والغلطة الكارثية من الهاني سليمان كانت تقدر تتعادل في اي وقت، اي وقت. احنا شايفين الزمالك تقريبا الجون جاي في الدقيقة التانية، الزمالك بيت الماتش مفيش. ودي حاجة غريبة أوي، يعني بقالي فترة ما شفتهاش على لعيبة الزمالك. ما تقوليش غياب دونج زيزو و... وناصر ماهر مقصر، بس ما نظهرش بالمستوى السيء ده. ما نفضلش طول المباراة ندافع أمام سموحة وحسام عبد المجيد ياخد أحسن لاعب في المباراة. ده يوريك إن إحنا طول الماتش مضغوطين. قدرنا نكسب، قدرنا نكسب 3 نقط مهمين، 3 نقط مهمين، بس ده من عند ربنا. قدرنا نكسب، وإن سموحة ما قدرش تتعادل بعد الهدف على طول. يعني سموحة كانت ممكن تتعادل بعد الهدف على طول وتتقدم علينا كمان. شوط اول وشوط تاني، الزمالك جاب جون في الدقيقة التانية. انت معاك بقى لغاية الدقيقة حاجة و80 ضغط من سموحة وتضييع فرص من سموحة. ضغط 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 وفرص بتضيع من سموحة. قدرت تجيب التاني عن طريق مصطفى شلبي بعد طبعا. الحمد لله ان انا بقول لمسلوس ان هو يعني ما لعبهاش في المرمى على طول، ان هو اداها يعني كرة ردها لمصطفى شلبي وقدرنا نجيب التاني وخلاص موتنا المباراة. فالحمد لله على ال3 نقط، والحمد لله ان احنا خدنا ال3 نقط بدون اي هوهوة ولا بدون اي حاجة، عشان ما نسمعش كلام عن التحكيم ومش التحكيم والاحتواء وولاء وعلاء والكلام ده. نيجي بقى طبعا اللي كانوا مطلعين بيان بعد مباراة البنك الاهلي وقال لك الزمالك كسب باحتواء ومش احتواء. انا عايز اعرف هما يقولوا ايه على كورة كوكا وركلة الجزاء الفضيحة في مباراة زد. نفسي اعرف هيقولوا ايه، ايه الكلام اللي عندهم هيقولوه، ايه الشرح اللي هيقولوه عشان يطلعوا ان الكرة دي مش ركلة جزاء، مع ان مفيش حد اختلف. مفيش حد ما اختلف يعني، مفيش حد اختلف على اللعبة دي وقال انها مش ركلة جزاء غير الاهلاوية ورضا شحاتة. ده اللي انا شفته. قال لك الستارز في الستارز والحذاء في الحذاء والبتاع في البتاع. يعني انا مش فاهم انا هو جاب الكلام ده منين ولا بيتكلم ازاي. ف احنا طول عمرنا عارفين مين اللي بيكسب بالتحكيم، والعالم كله عارف والوطن العربي كله عارف مين اللي بيكسب بالتحكيم، والتحكيم بيبقى مقصر معاه ازاي. الف مبروك، الف مليون مبروك يا زملكاويه على الفوز على سموحه النهارده، وتحقيق الفوز التاني على التوالي والنقطه السادسه. السلام عليكم.